يا ميسر يا اختي، عامله ايه؟ مساء الزفت فوق دماغ، جحيم عليك يا حبيبتي. انا متنكده اخر نكد، امال ايه؟ ما فاضلناش الا يومين ونتسلسل يا اختي، وكل ما اروح اوسوس لحد الاقيه بيستعد للطوبه في رمضان. طب ده اسمه كلام طيب؟ نقفل التارجت ازاي احنا؟ طيب ماني اتصلت بيك عشان كده. نقفل ونميمه بقى وخلاص، امال هنعمل ايه؟ طيب اما لا اقعد كده من غير ذنوب ولا دي فال وحش. طيب شفت البت زينات ابنها قمر الصغير؟ قبل في هيئة الأبلسة الكبر. البت ده جمرتها ايدي، كانت مخبية فاكرانا ان احنا كنا هنحب لها الخير بعد الشر. بس بيقولوا لك هناك المرتبات عالية نار. ده غير الفسح والخروجات يا بيتي، دول عاملين لهم قرية سياحية مخصوص اسمها جاميرا بيتش، وكل اللي بيترجى هناك بيقدموا له قربان، ومتنور عليهم اخر تنوير. بيكتبوا انجازاتهم في الجريدة الخاصة بتاعتهم، جريدة وسواسي. ده غير الاكل المعفن اللي هناك والشرب اللي يجرف. لا تخيل ان هناك الموظفين بيستقبلوهم كل يوم بالمشروب الخاص بتاعهم، الجمر الهندي. تاخدي بالك يا بنتي انني عرفت ان الموضوع داخل فيه وساط. مش راحت الصفرة قدمت شهادة ان هي من سلالة ابليس الاكبر، بالسلالة المقربة منه دي ضربتها فيري. في الدنيا يا اختي عايشين عيشة نار، وفي الاخرة ضامنين الدرك الاسفل من النار. يلا حظوظ هنقول ايه. وانت اخبارك يا اختي؟ اقلقيني عليك. ماله جوزك تعبان؟ جمر عالشريان؟ يلا يلا ربنا يجهر قلبك عليه، تخلصي منه في اسرع وقت ويبقى يوم المني. طب يا حبيبتي عايزه مني حاجه؟ اقوم انا كركب الدنيا حواليا، الا الجحيم عندي متروق كده وريحته حلوه وزي الفل، ودي حاجه تجرف انت عارف. قلت زهيل، عليك اللعن عليك اللعن. يلا فلتذهبي الى الجحيم. ربنا يولعك يا حبيبتي، اشوفك مولعه اشوفك مولعه اشوفك مولعه.